فإذا كان الأمر هكذا أحبتي، الله يأمرنا مؤمنين ومؤمنات رجال ونساء، يقول المظلوم يجب أن لا يسكت. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول أنا أريد المظلوم يرفع صوته وينادي أنا مظلوم، يصيح، مثل سودة الهمدانية اللي حكيت لكم إياها يمكن قبل سنة أو أكثر. أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يصلي في المسجد، في مسجد الكوفة، قبل أن يبدأ بتكبيرة الإحرام، وإذا سودة الهمدانية على باب المسجد راكبة على ناقة الصيح يا أمير المؤمنين يا علي أنا مظلومة سيدي لا تكبر للصلاة أنا مظلومة. كل العالم بالمسجد سمعها، صوت حزين، ناس صاروا يبكون عليها. ما الذي صنع الإمام؟ بعث أحد يقول لها انتظر لما أخلص الصلاة. والله العظيم قام أمير المؤمنين قبل أن يكبر، دار وجهه هكذا وخرج من الصلاة، الصفوف موجودة، صار يتخطى الصفوف إلى أن وصل إليها بباب مسجد الكوفة، والعالم كلها دارت وجوهها على أمير المؤمنين. ما عندك يا سودة الهمدانية؟ هاي من شيعة أمير المؤمنين من اليمن، ذولا قبائل همدان. قال سيدي الوالي على البصرة يظلمنا، أخذ أراضينا، أخذ أموالنا، يظلمنا، وعنده شرطة وعنده جنود. قام الإمام استخرج من جيبه ورقة وقلم وكتب عزل الوالي في الحال، ما قال لها أين الشهود من يشهد على كلامك، مباشرة، لأن الحاكم بالإسلام متهم حتى يثبت العكس. كتب عزل الوالي في ورقة طواها، قال يا سودة هذا عزل الوالي خذيه بيدك واعزليه أنت. فخرجت من الكوفة تحمل عزل الوالي من علي بن أبي طالب. وين صاير هذا الكلام؟ فرفعت صوتها أنا مظلومة، لأنها طبقت القرآن. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الله يقول للمرأة المظلومة ارفعي صوتك، صوتك ليس عورة أيتها الأم، أيتها الأخت، أيتها الزوجة، أيتها البنت. أنت مظلومة ارفعي صوتك، أنت مظلوم أيها المؤمن ارفع صوتك، ما أريدك ساكت. الله يقول لا تسكت، ارفعوا أصواتكم بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. لو كان كل واحد يرفع صوته وما يخاف ما كان يتمادى الطغاة علينا ويبقون هالشكل نايمين على قلوبنا. لا، بس مع الأسف الخوف اللي موجود، الخوف وبعض الغطاءات الدينية المزيفة مع الأسف الشديد، أقولها بكل صراحة،